هموت. مش قادر إيه يا ابني؟ أنت نص اليوم نايم والنص التاني أصلا عمال تتمرمط. هنحاول على بعضينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في شرح العلوم. أنا محمد سيد ودي حلقة جديدة في رمضان، وكل سنة وأنتم طيبين. ويلا بينا نبدأ ونتكلم عن أهم حاجة في رمضان، الصيام. وقبل ما نبدأ حلقتنا عايز أقول لك إن إحنا هنناقش الصيام بفوائد الصيام بس. طبعا الصيام ده حاجة مكتوبة من عند ربنا ولازم إن إحنا نعملها عشان فريضة ومن أركان الإسلام كمان، ولكن إحنا اختصاصنا العلوم. فتعالوا بقى نتكلم عن فوائد الصيام علميا ايه، وقد ايه الصيام ده مفيد لجسمك وبيفيدك وبينشطك وبيخليك في احسن حالة. فيلا بينا نبدأ. وقبل ما نبدأ بفوائد الصيام خلينا ندردش كده في حاجات. زمان كانوا بيقولوا المقولة دي كانت أيام الفراعنة، كانت بتقول مضمونها إن الأكل اللي أنت بتاكله ده الربع بس هو اللي بيفيد جسمك وتلات أرباعه بيفيد الدكتور. معنى إن تلات أرباع الأكل ده بيجيب لك أمراض وبيخليك تروح للدكتور. يعني أنت في العادي وانت عمال بقى تضرب في اكل ومش عارف ايه وتخلص حلة المحشي وتخش على الكنافة، انت الجسم خلاص اخد الاكل، او انت لما بتاكل اخد الطاقة بتاعته اللي هو عايزها، خلاص هو كسر الاكل وخد الطاقة بتاعته. فانت عمال تحشي وبتدخل في اكل تاني، فبيعمل ايه؟ تلجأ للحل التاني وهو الدهون. لان في العادي الاكل لما يخش جسمك بيبقى عندك ثلاجة، الثلاجة دي هي عبارة عن الكبد والبنكرياس، والاتنين دول لما بيتملوا فخلاص لما بتدخل اكل جديد طب اللي هو يلجأ لوسيله اضافيه فيعمل الدهون. انا مش فاهم ايه علاقه ده بالصوم. خلينا اعرفك انك لما بتصوم او بتمتنع عن الاكل، زي ما كده لما بتيجي تعمل دايت وبتاكل حاجات مفيده عشان تفيد جسمك بس، او ايا كان زي الانظمه الغذائيه اللي بيبقى فيها صوم متقطع، في الفتره دي بقى انت بتمتنع عن الاكل بشكل جزئي، فبيضطر الجسم اللي هو يبقى عايز طاقه، فبيلجأ ليه بقى؟ للدهون والحاجات الزيادة اللي جوه جسمك اللي هي أصلا بتضرك. تساعد على تحسين صحتك وخصم كل الحاجات أو الدهون الزيادة اللي عندك دي وتحولها لطاقة تقدر إن أنت تعيش بيها. وخلينا بقى نقسم بقى الحلقة بتاعتنا لكذا فوائد. أول حاجة فوائد الصيام للجسم بتاعك. كده أعرفك اللي هو بيحسن وبيخلي النشاط عندك في الدماغ عالي جدا. من قديم الأزل كان أفلاطون وأرسطو وفي سوغامس بتاع المثلثات، هو مش بتاع الجنة مثلثات، لا بتاع المثلثات، هم دول كانوا أهم حاجة بالنسبة لهم الصيام. كان في سوغامس عشان تلتحق بالمدرسة بتاعته كان لازم تصوم 40 يوم. أما أفلاطون فكان رحيم شوية، كان لازم تصوم 10 أيام تمتنع عن الأكل بشكل جزئي عشان ينشط الدماغ عندك وتعرف انك تتعلم. كمان انك لما بتستخرج الطاقة او الدهون اللي عندك دي فانت بالتالي مش بتحتاج للجلوكوز. اذا الصيام مفيد لمريض السكر جدا وبيقوي عضلة القلب وليه فوائد كتير. بس خليني بقى اضرب لك اهم 8 فوائد ليه عشان تبقى عارف. زين سرعة ضربات القلب، نقص الكوليسترول بشكل طبيعي في الجسم، راحة الجهاز الهضمي، خفض مستوى السكر في الدم، التخلص من السموم من الكبد والكلية، تقوية الجهاز المناعي. وهو مفيد جدا الصيام. يعني خليني اقول لك ان الصيام مهم جدا للجهاز المناعي، هو بيقوي مناعتك مش بيضعفها خالص. عشان كده معظم الناس اللي بتشتكي من امراض مناعيه الدكتور بينصحهم انهم يصوموا كتير عشان مفيد جدا للمناعه. وطبعا زي ما كلنا عارفين زياده حرق الدهون وخفض مخاطر الاصابه بتصلب الشرايين. في دراسه كمان اتعملت قالت ان الصيام بيمنع مرض السرطان. يعني الصيام فوائده كتير فوق ما تتخيل. انا مش لو عديت مش هنخلص الحلقه. يعني عايز اقول لك انه مفيد جدا لجسمك، زائد ان هو بيمنع امراض. اصلا الصيام بيعمل حاجه اسمها الفوائد الخلويه. تطلع عين الفوائد الخلويه دي. الفوائد الخلويه دي عباره عن عمليه اسمها الالتهام الذاتي. يعني الخلايا بتاعتك بتاكل في بعض، بتاكل في بعض. أنا مش هصوم تاني، دي حاجه قدامك، هاكل في نفسي، يعني مش هلاقي خلايا خالص. مش هينفع اصوم، لا مش هينفع اصوم. حفظت يا صاحبي. استنى بس، عايز اقول لك ان العمليه دي مهمه جدا ومفيده جدا لجسمك، مش بتضرك خالص. دي بتنظف الخلايا اللي مضره او اي حاجه فيها خلل في جسمك بتنظفها خالص. الخلايا اللي عندك التالفه واللي فيها سموم كلها بتنضف وبتحسن الخلايا بتاعتك وبتجددها من اول وجديد. فدي حاجه مفيده جدا اصلا ليك. كمان الصيام ليه فوائد نفسيه عن طريق ان هو بيقلل من التوتر والقلق اللي بيبقى عندك. الجسم بيفرز هرمون اسمه السيروتونين، وده هرمون من هرمونات السعاده اللي بيخليك اكثر هدوءا وتركيزا، عشان كده بتبقى مركز
تبقى فايق، تبقى الدنيا عندك تمام. كل اللي بيقول لك انا سيبني دلوقتي عشان مش فايق وانا صايم لا لا، بعد الفطار بعد ما بياكل ما بيبقاش فايق اصلا. هو قبل الفطار اللي بيبقى في عز تركيزه. الدراسات اتعملت اثبتت ان الصيام لفترات طويله بيحسن الاوعيه الدمويه وصحه القلب، وبيقلل من امراض كتيره زي ما قلت لك، زي مرض السرطان وامراض القلب. كل ده الصيام بيمنعهم او بيقلل من حدوثهم. في النهايه لو قعدنا نتكلم من هنا لحد بكره مش هنقدر نقول لك على فوائد الصيام، زائد كمان ان دي حاجه دينيه او فرض علينا، فالمفروض ان احنا نعمله. والكلام ده يدل عن شيء، دل ان سنن الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان بيصوم اثنين وخميس على مدار السنه وبيصوم شهر رمضان كله، دي حاجه كانت مفيده جدا ليه ومفيده لجسمه ومفيده لصحته. كده احنا كبشر لو طبقناها فاحنا بنفيد نفسنا. دي حاجه هتثبت لك ان اي حاجه بتعملها فهي مفيده جدا ليك، حتى لو كانت عباده فهي بتفيدك وبتفيد جسمك. في نهايه حلقتنا بقى ما تنساش انك تعمل لايك وتستنى كل حلقه. كان معاكم محمد السيد في جوكر العلوم. سلام.